ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ ايه الجنان ده؟ يعني ايه اللي جابني هنا؟ جاي الأوضة. جاي الأوضة كده من غير استئذان؟ مش يمكن أكون بغير؟ ما خدتش بالي، نسيت. أنا جاي آخد هدومي وأروح أنام في الأوضة التانية. أنت رايح فين؟ رايح آخد هدومي ولا هخبط كمان قبل ما أخش الدريسنج؟ لا معلش، أنا مصدقة وعايزة أنام وما نمتش من امبارح، هبقى أعمل كده بعدين. هو إيه اللي بعدين ده؟ أنا جاي أشحت منك. بقول لك إيه؟ بعيدا عن أي مشاكل ما بيني وبينك، لازم نتعامل مع بعض كويس قدام الولاد، فاهمة ولا لأ؟ قول لي نفسك. حاضر. أدهم لازم تتعامل مع نفسك كويس جدا عشان نبقى كويسين قدام الولاد. أوكي يا أدهم، أوكي. خلاص؟ اسمعي بقى. وأنا جاي شفت الواد مروان بيعمل حاجات غريبة قوي في أوضته. حاجات غريبة إزاي يعني؟ معرفش، لقيته ماسك المخدة كده ونازل فيها عجن وضرب وبتاع. إيه ده؟ ما تغيرش الموضوع. أنت عايز حاجة دلوقتي؟ لا مش عايز حاجة. أنا هخلي ريم هي اللي تيجي تلم حاجتي. أحسن. أحسنين. ممكن تكلمني أكتر عن علاقتك بوالدتك؟ هو الحقيقة يعني أنا ما كانش في علاقة بيني وبين والدتي، لأن أمي ماتت بعد ما أنا اتولدت على طول. وبعدين بعد كده أبويا اتجوز وقعد فترة كده وبعدين حصلها. وعلاقتك بمرات أبوك إيه؟ لا ما كانش في علاقة أم بابنها بيني وبين مرات أبويا. هي ست كانت كويسة أوي، بس ما كانش عندها مشاعر، ما حسيتش معاها بحاجة خالص. أنا حسيت بالعلاقة دي لما قابلت ياسمين وعيلتها. ياسمين حسستك بكده؟ لا، ياسمين إيه؟ نادية. نادية أم ياسمين. نادية دي حبيبتي، بتحبني زي ابنها وأكتر كمان. عمري ما حسيت إنها حماتي. دي حبيبتي أمي. لما كنت بشوف وشها كنت بطمن. نادية